لو سمكة قرش قابلتك، عندنا كل 3 ساعات بنقابل قرش في مصر، فلازم نبقى مستعدين. بس خد بالك اوعى تتبول في المية لان الحركة دي بتعصبه. حركه التبول في الميه دي اصلا يعني دي بتعصب اي بني ادم مش قرش. اي بني ادم سوي هيتعصب من الحركه دي، فدي مش نصيحه مبدئيا. اوعى تحط سان بلوك وتنزل المية او اي ميك اب لان ده برضو بيجذب سمك القرش ليك. تقول لك ما تحطش ميك اب في الميه، مش ما تحطش ميك اب. دي الطريقه طبعا الشيك ان هي تقول لك ما تبقاش يعني انزل راجل في الميه، ما تنزلش عشان بتستفز القرش. القرش اصلا ما بيحبش طعم البشر، بس بيتلخبط بين طعم البشر والوجبة المفضلة بالنسبة له. طبعا ما قالتش ايه الوجبه المفضله. وجبه القرش المفضله هي بيتزا سي فود، دي معروفه من زمان. بس الانسان ده سناكس، يعني اللي هو ممكن ما بين الوجبه والوجبه كده ممكن ياكل انسان. المشكله ان كل النصايح دي حتى لو قلتها انت لو قابلت قرش هتنسى اسم امك اصلا. مثال بسيط جدا، احنا كلنا عارفين ان انت لما تقابل كلب ما تجريش منه وتوطي وتعمل نفسك بتجيب حاجه وكله بيجري، كله بيفلق. اول ما تسمع الهوهوه بس كده بتفلق على طول. بلد ده قرش. ما تشيلش عينك من عليها ابدا، وبص في عينه عشان ايه؟ عشان ما تموتش وانت مش واخد بالك، عشان تعرف انت مت ازاي. ساعتها لو حسيت انها خلاص قربت منك قوي وجايه عليك بالذات، اشخر. دي بقى تشخر، يعني لو قرب منك قوي قوي خلاص تشخر وتموت، ملهاش حل تاني.